اختتم في العاصمة الصومالية مغديشو فعاليات المؤتمر العام الأول لحزب الرفاه الصومالي بحضور نوعي ومتميز لمنتسبي الحزب في الداخل والخارج، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب الوطنية في البلاد ونواب في مجلسي البرلمان الفيدرالي وقيادات عسكرية وممثلين عن المجتمع المدني في البلاد. وأكدت قيادات حزب الرفاه الصومالي أن المؤتمر العام للحزب ناقش الأوضاع الحالية في البلاد وسبل الكفيلة لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي ووضع حد للمشاكل الأمنية والتفجيرات التي أودت بحياة عشرات من المدنيين الأبرياء. وأشاد المؤتمر بدور كل من تركيا وقطر في مساعدة المواطنين الصوماليين المتضررين بالأحداث الأخيرة، كما دعا حزب الرفاه الصومالي إلى احترام سيادة الصومال ووقف كافة أشكال التدخلات لشؤونه الداخلية. بدورهم رحب المشاركون في حفل اختتام المؤتمر العام الأول لحزب رفاه الصومالي مقررات مؤتمر الحزب التي تخدم لتحقيق المصالح العليا للبلاد التي تسعى إلى الوصول إلى بر الأمان. وقال البرلماني السابق إبراهيم ضيف الله في كلمة له في المناسبة إنه يرحب بانعقاد المؤتمر العام لحزب الرفاه الصومالي بهذا الجو، مطالبا الجميع بالمساهمة في تحقيق أهداف الحزب الجميلة. من جانبها أوضحت النائب الأول لرئيس حزب المساواة والوحدة الصومالي السيدة خديجة علي قاسم أن على الأحزاب السياسية في الصومال على تضافر الجهود والتضامن لتحقيق مصالح الشعب الصومالي. أما رئيس حزب SNU الدكتور علي عمر أبتي فقد أشار إلى أن البلاد بحاجة إلى تحقيق إجراء انتخابات حرة ونزيهة لمواصلة عجلة التقدم في البلاد. بدوره أكد رئيس الحزب الجمهوري الصومالي والمنسق العام لتحالف الأحزاب السياسية الصومالية السيد علي محمد نوح تماجلع أن الأحزاب السياسية سوف تتحد لدعم مرشح واحد يتمتع بشخصية توافقية لمجموعة من الأحزاب. وقد تخللت أثناء الحفل فقرات غنائية للمغنية الصومالية مسلمة قاسم هيلولي التي غنت أغاني وطنية أثارت مشاعر المشاركين في اختتام المؤتمر العام الأول لحزب الرفاه الصومالي. وقد تلا مساعد الأمين العام جوليد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام لحزب الرفاه الصومالي، مقدما الشكر إلى كل من ساهم في تسهيل إجراءات انعقاد المؤتمر للحزب بهذا الجو المريح. تفعيل وتعزيز النشاط الوطني والسياسي لمكاتب حزب الرفاه الصومالي في الولايات الإقليمية وفي جميع المحافظات في البلاد. فروع حزب الرفاه الوطني تباشر عملية تسجيل أعضاء وكوادر الحزب. تطلق جميع مكاتب الحزب عملية التوعية لأعضاء الحزب فيما يتعلق بتسجيل الناقبين ونظام التأكد من الناقبين وفقا لنظام اللجنة المستقلة للانتخابات الوطنية المقررة إجراؤها في البلاد خلال 2020-2021. وافق المؤتمرون على سد فراغ منصب الأمين العام للحزب، وذلك بعد وفاة الأمين العام السابق المرحوم محمد شورية رحمه الله، حيث تم تعيين عبد العزيز حسن فارح خلفا للمرحوم في شغل منصب الأمين العام لحزب الرفاه الصومالي. أوصى المؤتمر جميع مكاتب الحزب بالمشاركة في عملية تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد بهدف تعزيز الاستقرار والتنمية. يساهم الحزب في معالجة أوضاع النازحين وذوي الاحتياجات الخاصة والمتضررين نتيجة المصائب التي حلت بالبلاد. تعزيز وتنشيط تعاون حزب الرفاه الصومالي مع بقية الأحزاب المنضوية تحت تحالف الأحزاب السياسية في الصومال. وقد وقف الجميع لعزف النشيد الوطني الصومالي، وتلا ذلك خطاب رئيس حزب الرفاه الصومالي السيد محمد محمود جمعالي الذي أوضح فيه أهداف ودعائم الحزب، حيث قال:
dowlad wadajir ah oo sharciga ku qotonta kuna dhisan dib u heshiisiin. 2. is-ixtiraam, daryeel iyo garsoor xaq ah. 3. soo noolaynta kaabayaasha dhaqaalaha iyo isla xisaabtan joogto ah. 4. tayaynta, sare u qaadidda iyo joogtaynta aqoonta iyo waxbarashada. إنقاذ الشعب الصومالي من براثن أمراء الحرب والفساد والمحسوبية القبلية والإرهاب والانتهازيين، وبناء دولة القانون بقيادة أكفاء قادرين على أداء الواجبات المنوضة بهم على النهج الصحيح. إعادة تفعيل نظام المحاسبة متماشيا مع مبادئ الأمة من أجل الوفاء والاحترام للوطن. إعادة تشغيل نظام العدالة والقضاء في البلاد لإعادة الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها. تشكيل لجنة مصالحة وطنية من أجل وطن متعاف ومتصالح. تشجيع التجارة الحرة وإعادة بناء البنى التحتية. رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وبناء مدارس خاصة لهم تمكنهم من الاكتساب. تنمية القدرات العقلية للشباب والاستفادة منها. تنمية المرأة الصومالية والعمل على تحقيق حصتها في التمثيل السياسي وفق الدستور الفيدرالي المؤقت. إصلاح السياسات الخارجية والتعاون الدولي لتمكين الصومال من استعادة مكانته السياسية في العالم جميعا وفي العالم الإسلامي ومنطقة شرق أفريقيا على وجه التحديد. السعي لحل مشكلة الأقاليم الشمالية لإعادة وحدة الصومال. احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي. مواجهة الاستغلال المفرط للبيئة الصومالية برا وبحرا. زيادة الإنتاج الزراعي والاستفادة من الثروة السمكية والحيوانية والمعدنية وتشجيع السياحة. تقرير مسير وضع عاصمة الوطن لتجاوز نظام التعيين المباشر إلى نظام الانتخابات الحرة وتحقيق التمثيل الرسمي. إعادة ثقة المجتمع الصومالي بالقوات المسلحة بمختلف أقسامها. وقال رئيس الحزب: أتوقع أن كل صومالي غيور يحمل الشعور الوطني سوف يكون معنا وسيساهم في تحقيق الأهداف والدعائم السياسية لحزب الرفاه الصومالي لإنقاذ الوطن والشعب الصومالي. وقد اختتم الحفل بجو رائع ومريح عقب مائدة غداء أقامها حزب الرفاه الصومالي على شرف الحضور والضيوف المشاركين في اختتام المؤتمر العام الأول لحزب الرفاه الصومالي.